السلام عليكم. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله يا رب كلكم بخير صحة وسلامة. ورجعنا بطبخة جديدة بعيدا عن اللحم والسمك والدجاج. اليوم طبختنا تمن بالخضروات. حبايبي عندنا هاي المكونات، هاي بصل وثوم، طماطة، جزر وبوتيتي، فلفل أخضر والتمن. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما ضفنا الزيت وضفنا البصل والثوم نحمسهم. وهنا ورا ما تغير لون البصل راح نضيف عليهن الفلفل الأخضر. بنات راح أترك المكونات بصندوق الوصف. ما شاء الله طبخة حلوة وسهلة، إن شاء الله تنال إعجابكم. وهنا ورا ما نحمسن بنات شوفوا راح نضيف عليهن الجزر والبوتيتي. شوفوا نبقى نحمس بهن لحد ما يتغير لونهن. هنا شوفوا بنات ما شاء الله. راح نضيف هسه بنات عليها الطماطة. ما شاء الله يعني أكلة كلش طيبة، إن شاء الله تعجبكم وتجربوا. هنا راح نضيف عليها فلفل أسود، كمون وملح. ما شاء الله بنات شوفوا شلون حمس. هسه راح نضيف عليه خاشوقة معجون. يعني ما شاء الله الريحة تجنن. واللي بنات مال من السمك والدجاج هاي أكلة كلش طيبة. هنا شوفوا بنات ما شاء الله شلون حمسن. ضفنا عليه التمن ونقلبهن سوا. يعني ما شاء الله الريحة تجنن. هنا بنات ضفنا عليه الماء شوفوا ونتركه. ما شوفوا ما شاء الله جاي يستوي. ما شاء الله الريحة والشكل يجنن. هنا بنات ورا ما نشف المي مالته هدرناه على نار هادئة. هنا ما شاء الله شوفوا هنا كملت طبختنا تمن بالخضروات، شكل وريحة يجنن، والطعم ما احكيلكم عنه. لهنا وقلكم مع